السلام عليكم. اليوم غادي نرجعوا بالزمن اللور بزاف باش نهضروا على واحد المنطقه كلنا كنعرفوها، ولكن واش كنعرفوا اصلها وكيفاش بدات. غادي نهضروا اليوم على اسبانيا في التاريخ القديم ونشوفوا شكون هما الناس اللي بنوا هذه الحضاره. بما ان اليوم هو 2 يناير اللي هو ذكرى سقوط اخر معقل ديال المسلمين في الاندلس اللي هو سقوط غرناطه. غادي نبداو هذه السلسله ونتمنى تعجبكم. بناء على داكشي اللي كتقول المخطوطات، الاساس ديال السكان اللي عاشوا في شبه الجزيره الإيبيرية كيتكونوا من جوج مجموعات كبار. اولا الإيبيريين، وهادو جاو مهاجرين من افريقيا، وثانيا اللي هما الكالت والاقوام الهند اوروبيه، وهادو جاو مهاجرين من اوروبا وعبروا جبال اللي كاينين دابا وكيتسموا جبال البرانس. هاد الناس هما اللي شكلوا النواه الاولى ديال سكان المنطقه. شبه الجزيره الإيبيرية من زمان وهي كتشد سلسله ديال الهجرات والغزوات من عند الاجانب كله. وعلاش هاد الصداع كله؟ حيت هاد البلاد تبارك الله كانت همزه بسبب الثروات المعدنيه اللي كانت مخبيه في الارض والانتاج الزراعي الكبير والوافر، وزيد عليها التجاره اللي كانت مزدهره بزاف في ذاك الوقت. هادشي كله خلاها كتبان هدف لاي قوه. في القرن 10 قبل الميلاد جاو الفينيقيين وبنوا بزاف ديال المستعمرات في السواحل الشرقيه والجنوبيه ديال شبه الجزيره، ومن وراهم جاو الاغريق وداروا حتى هما مراكز استعماريه، وتما فين طلقوا عليها السميه ديال إيبيريا. هما كانوا طلقوها على السواحل، ولكن من بعد السميه ولات على الجزيره كامله. ومني كنقولوا شبه الجزيره الإيبيرية فرانا كنقصدوا اسبانيا وحتى البرتغال. ومني وصلنا للقرن الخامس قبل الميلاد الامور غتغير، وشبه الجزيره ديال إيبيرية غتولي تابعه للحكم ديال القرطاجيين. وفي هذه الفتره المنطقه غتعرف واحد الازدهار كبير، خصوصا مدينه قرطاجنه الجديده واللي كتسمى كارتاجونوفا، والقرطاجيين ردوها هي العاصمه الرسميه ديالهم. بقينا غاديين هكا والمنطقه كتعيش صراعات وتاثيرات حتى وصلنا لواحد التاريخ كيتعتبر هو المنعطف والتحول الحاسم في تاريخ شبه الجزيرة بالكامل، هو عام 205 قبل الميلاد. في هذه المرحلة جا واحد التأثير أوروبي لاتيني قوي بزاف، وهو الغزو الروماني واللي قضى مرة على حكم القرطاجيين. الرومان سيطروا على مساحات كبيرة في شبه جزيرة إيبيريا، ولكن هذا الشيء ما جا سهل. السكان الأصليين ما استسلموش ودخلوا في حروب متقطعة مع الرومان دامت تقريبا 200 عام. وفي الاخير الرومان قدروا يفرضوا السيطره ديالهم وقسموا شبه الجزيره ل5 ديال المقاطعات، ومن ثم بدات واحد الفتره ديال الرفاهيه الاقتصاديه والنفوذ السياسي والتاثير الفكري الكبير. إيبيريا ولات اقليم روماني بامتياز، لدرجه ان 4 ديال الاباطره اللي حكموا عرش الامبراطوريه الرومانيه تزادوا تما. وماشي غير السياسيين، حتى الفلاسفه والادباء الكبار بحال واحد سميتو سينيقي ولوكان وكولوميلا هكا سميتو، كان المسقط الراس ديالهم هو شبه الجزيره الإيبيرية. في القرن الاول والثاني ميلادي الامبراطوريه الرومانيه وصلت للقمه ديالها وسيطرت على كاع السواحل ديال البحر الابيض المتوسط، من اسبانيا وفرنسا وحتى شمال افريقيا. وكاع الممالك اللي كانت وراء هذه الحدود كانت اما تابعه لروما او حليفه لها. من وصلنا للقرن الرابع الميلادي روما كانت هي القوه اللي مسيطره على العالم القديم، ولكن في اواخر هذا القرن بدات كتبان علامات الضعف. الامبراطوريه بدات كتنهار بسبب مشاكل داخليه في النظام الروماني بحال الفساد والقمع، وزيد عليها ان المساحه ديال الامبراطوريه ولات كبيره بزاف. هذا الاتساع الشاسع ولا عبء ثقيل كيقهر المملكه وصعيب تحميه. في نفس الوقت اللي كانت فيه روما كتعاني من الداخل، بداو كيهجموا عليها قبائل الجرمانيه في موجات متتابعه، وهذا الشيء كمل على ما تبقى من القوه ديالها. ما بين عام 235 وعام 384 ميلاديه وقعت فوضى كبيره، حيث طلع للعرش روما 60 امبراطور، اغلبهم كانوا قاده ديال الجيش. هذا الشيء دار اضطراب خايب بزاف، وزادت كملت ملي كثروا الهجمات ديال داك القبائل الجرمانيه على السواحل الشماليه. وخا جاو شي اباطره ناجحين بحال دوكليتيان ما بين 248 و 305 اللي حاول انه يعاود يوقف الدوله، الا ان هذا النجاح كان محدود ومؤقت. موراها الامبراطوريه رجعت للور، وهادشي اللي غادي يكون من بين الاسباب الفعليه لنهايه الامبراطوريه الرومانيه.